الشيخ عبد الحليم مراد، تفضل. شكرا معالي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أؤكد على ما تفضل به الشيخ عادل المعودة أن المشرع هو الله عز وجل، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض وألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا أولا. الأمر الثاني معالي الرئيس، أنا ما بتكلم عن التعديلات، وأشكر جلالة الملك لهذه الإرادة الملكية التي تعكس الإرادة الشعبية، وإن كنت أنا مع صلاحيات أكثر لهذا المجلس وتعديلات تعكس رغبة الشعب، لكن أقول معالي الرئيس بأن اليوم احنا نعدل في تعديلات الدستورية نقدمها، لكن أيضا هناك تعديلات شرعية ودينية يحتاجها البلد. احنا مرينا طال عمرك في أزمة وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، نحتاج أن وأوجه هذا النداء إلى جلالة الملك، ويعلم الله بأنني من الذين يدعون له في عرفة هناك، في كل سنة أدعو له وأقول له يا جلالة الملك يجب أن نعدل علاقتنا أيضا مع رب العالمين. الخمور تباع في البحرين والدعارة في كل مكان، ما بستطرد في هذا الكلام وأزعجكم به، لكن أقول لجلالة الملك يجب أن نعدل علاقتنا مع رب العالمين ونمنع الخمور. منذ سنتين قدمنا قانون لمنع الخمور وتم التلاعب فيه في الشورى. كذلك معالي الرئيس هذه التعديلات قدمها هذا المجلس منذ سنة أو سنتين، لكن حوربت. فأنا أقول يجب دعم المجلس، هذه المجلس النيابي يجب أن تصدر هذه التعديلات من المجلس، كما أن زيارة الرواتب يجب أن تصدر من هذا المجلس، وكذلك بقية المشاريع. لكن احنا نشوف أن هذا المجلس يفرق من صلاحياته والإنجازات تأتي من برا، وهذا ما يخدم البحرين. معالي الرئيس تقدمنا بزيارة الرواتب قالوا ما يصير، وطلعت بجلالة الملك. التعديلات الدستورية تقدم بها هذا المجلس منذ سنة أو سنتين وقالوا ما يصير، وحوربت وأجهضت، والآن تطلع من برا. أنا أقول إذا لم يكن الحل في هذا المجلس فالحل في الشارع، يختارون اللي يبونه، ويجب تمنع الخمور في البحرين. هذا أفضل شيء نتقرب به إلى الله عز وجل قبل هذه التعديلات. وهذه التعديلات هل ترقى إلى مستوى الشعب؟ لا، ما ترقى. لكن أقول أيضا لمن يسمي نفسه بالمعارضة في الخارج، أي تعديل يمر في البحرين يجب أن يحفظ التوازنات في هذا البلد. أنا ما أقول هذه في مستوى الشعب وما يؤمل الشعب، لكن أقول كل تعديل يمر في البحرين يجب أن يحفظ التوازن في هذا البلد. ما نريد في البحرين عراق ثانية. شكرا.